وغير من علماء المسلمين بأن الذكر هو الاستشعار الصادق لعظمة الله سبحانه وتعالى، وليكن ما تفعله قراءة للقرآن وهو مذاكرة كلام الله الصادر عن الله سبحانه وتعالى، أو مراجعة لكلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أو تعليما أو تعلما أو أي أمر بمعروف أو نهي عن منكر. فمهما فعلت شيئا من هذه مستشعرا عظمة الله سبحانه وتعالى فإنك ذاكر. والذكر كما قال الإمام ابن القيم عن شيخه العلامة ابن تيمية رحمه الله في مستويات ثلاث أو ثلاثة بالتعبير الأصل: ذكر وهي كلها مندرجة في هذه المذكورات في هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الذكر المطلق: واذكروه كما هداكم، ذكر الشكر وثناء. ثم سيأتي إن شاء الله ذكر استغفار بعد هذا: وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله أكرمكم الله إن الله غفور رحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. سأتوقف هنا إن شاء الله. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس كذلك درس آخر لنا معشر المسلمين. الناس المراد هنا العرب الجاهليون غير المسلمين. كانت قريش وهم الحمص يأبون الإفاضة من عرفات لأنها خارجة من حدود الحرم، كانت سائر قبائل العرب تفيض من عرفات، فلأن الإسلام يدور مع الحق، لأن الإسلام يأمر بأخذ الجيد الصحيح بصرف النظر عمن يؤخذ عنه. فأمر الحق سبحانه وتعالى نبيه أن يفيض من حيث أفاض سائر العرب وهي عرفات. وفي هذا كذلك درس إخاله من أهم ما نحتاج إليه في أصلنا. قام المؤقت المقوم فاضطرت أن أتوقف هنا، وبهذا قد أراحني تكلف ترجمة الكلمة إلى اللغة الإنجليزية التي لا أطيقها. Alhamdulillah that Sheikh stood up. Alhamdulillah. I have to stop at this juncture. I attempted to convey the message in English, which I know myself I am very weak in English. I am not comfortable with. No, I am, sir. I will seek that is true. My eloquent Sheikh and elder brother, Sheikh Izawatan, if he found something worthy of translating into English in my very weak presentation, he may kindly help. I cannot instruct, but I am requesting. Let him kindly help and summarize the content in English. Jazakallah khairan.